السلام عليكم احبابي الكرام. زي ما انتم عارفين وحفظتوا معانا، ده التسعين الشمالي، ده الكوبري اللي بيودينا على امتداد الرحاب، وده التسعين الشمالي نرجع بيه على البنفسج. دي منطقة القرنفل فيلات، ودي على يمنا التمر حنة. بنكمل ونطلع على بيت الوطن مباشرة. قبلها بنعدي على كومباوند المراسم ومول المراسم. طبعا انتوا عرفتوا المنطقة ديت لاني صورت فيها اكتر من فيديو علشان نوصل لمنطقة بيت الوطن. طبعا على التسعين عارفين مباشرة جزء من الحي التاني والحي التكميلي، وبعد كده بنخش على شارع النوادي، وهنطلع بعد كده على الحي التالت. زي ما انتم شايفين بيطوروا بيكبروا بيجهزوا التسعين، بحيث ان الامور ديت اعتقد خلال ال6 شهور او ال7 شهور الجايين كده الطرق في التجمع هيبقى ليها شأن تاني من التحديثات والحاجات والشغل اللي بتعمل يعني. احنا ماشيين دلوقتي على 90 والقرنفل على شمالنا والتمر على يميننا، وفي اوناش كميه كبيره كده في وشنا. الاوناش ديت بتجهيز لاكبر مول يخدم المنطقه تقريبا على ال90. هيخدم منطقه التمر حنه، هيخدم منطقه القرنفل، هيخدم منطقه بيت الوطن بشكل كبير قبل حتى ما منطقه الفيزون تكون خلصانه وشغاله. شايفين المول جاي بالعرض اهو، واخد ناصيه كبيره جدا، وجاي في وشنا الاوناش شغاله بشكل كبير ومكثف. فالمول دوت هيبقى من المولات اللي هتخدمه بشكل كبير ساكني بيت الوطن مع بدايه السكن، لان اعتقد ان المول ده خلال سنه ونص بالكتير هيشتغل. مساحه شاسعه، اتصور ان هو يعني كبير جدا، هيبقى عليه اقبال عالمي وهيبقى فيه براندات عالميه، وهو اقرب حاجه لمنطقه بيت الوطن، وبالتالي هيخدم اعتقد تكميليه حي اول، حي تاني، حي تالت، حي رابع، دول هيتخدموا من المول ده. يلا بينا نصور الفيديو الجاي واحنا في بدايه الحد الثالث. اتفضل. احنا هنا على شارع النوادي، الشارع دوت هناك الحي الرابع والنادي الاهلي، وهنخش في الفاصل ما بين الحي الرابع والحي الثاني. هنطلع نخترق الفيزون ونخش على الحد الشمالي بتاع الحي الثالث. الشارع ده عرضه 70 متر بس لسه ما خلص طبعا، ولما يخلص هيبقى من الشوارع الممتازه جدا الفاصله اللي بتنقل من شارع النوادي تخترق الفيزون وتطلع على الحي الثالث. المباني اللي انتوا شايفينها على يمينكم ديت في الحي الرابع، والمباني اللي على شمالكم ديت في الحي الثاني. زي ما انتوا شايفين بنحاول نوريكم هنخش الحي الثالث ازاي. احنا صورنا اوريدي فيديو الحي الثاني. الحي الرابع هنصوره ان شاء الله، وهنجيب بقى الفيديو دوت اللي هو الحد الشمالي دوت، وهنخش جوه، لان احنا زي ما اتفقنا محتاجين نخش جوه. هي دي الفكره او الامر المهم اللي احنا محتاجين نعمله. طيب، ده نهاية الحي الرابع مع الحي الثاني، الشمال بتاع الرابع والجنوب بتاع الثاني. في شغل اهوت ومباني وانشاءات زي ما انتم شايفين، وادينا داخلين هنخترق الفيزون. لاول مرة انا بخش الحتة ديت وهي متسفلتة، او بمعنى اصح بعديها. انا كنت بخش الحي الثالث لو تفتكروا بعد الحي الاول، كنت لازم امر على الحي الاول واروح داخل بعديه. دلوقتي لا، انا بعدي الفيزون، بخترق الفيزون اهوت لاول مره. هعدي الفيزون واتنقل الناحيه الثانيه من الفيزون. طبعا شايفين الفيزون عامل ازاي، والجبل والتكسيرات، وكسروا عشان نعدي من الحتت ديت. قصه. وننقل على الحي الثالث، الحي الصخري. خلينا نشوف احنا هنخش الحي الثالث ازاي. ده كده في الفيزون برضو شغل عاملينه تقريبا. ده الحد الغربي بتاع الحي الثالث. لا، ده جزء خدمات في الحي الثالث، ده جزء خدمي كده في الحي الثالث، ومنه تخش على الفيزون. احنا كده داخلين اهو على الحي الشمالي، الحد الشمالي بتاع الحي الثالث. هنصور الحد الشمالي ونحاول ندخل نشوفه. شايفين الجزء اللي على شمالنا المباني دي الحي الاول، المباني دي الحي الاول، احنا صورنا الحي الاول.
وده كده اللي على يميننا ده الحي التالت، الحد الشمالي بتاع الحي التالت. والله بدأت المباني، والله بدأت مباني في الحي التالت. الحاجات دي ما كانتش موجودة يا جماعة، الحاجات دي ما كانتش موجودة في الحي التالت. وقت ما كنا بنصور اخر فيديو الحي التالت هنحاول نخش من جواه. عايز اقول لكم بس احنا على يميننا حرف ايه عشان تبقوا عارفين برضو. احنا كده في الحي التالت اهوت زي ما انتم شايفين. الحروف اللي في الحي التالت اللي في الجزء دوت حرف الان، يليه حرف البي، يليه حرف الاي. احنا ماشيين دلوقتي ما بين حرف خلص الان وبدأ البي. عايز اشوف هخش، يلا بينا ندخل ونخش ما بين الحروف وبعضها. اللي احنا هنخشه دوت ما بين حرف البي وحرف الان. اللي على شمالنا حرف البي وحرف الان. كان في حد من متابعيني طلب مني اللي احنا نصور حرف الدي اللي في الحي التالت، فهو تقريبا شارف حرف الدي، تقريبا اسمه استاذ محمد صلاح، هو انبسط بقى اللي انا افتكرته يعني. فهصور لك التالت حرف الدي يا ريس. شايف الهياكل اللي هناك دي؟ في حرف الدي يا ريس. احنا ماشيين دلوقتي على شمالنا حرف البي وعلى يميننا حرف الان. والاول مره بنخش الحي التالت، لاول مره بخش الحي التالت بجد. في مجهود جبار اتبذل، في مجهود جبار اتبذل في الحي التالت بصراحه. يعني الحي التالت ما كانش كده، ما كانش كده، ما كانش كده. انا كنت بقى بمشي فيه من سنتين اشباح. في خرسانات اهيت بتتعمل مبنيه، في مباني طلعت بالفعل، في مباني هناك في حرف الاي، اعتقد حرف الاي في شغل كويس في تم بالفعل. بنحاول بقى ان احنا نصور لكم من جوه ونمشي في دغدغه. بس ادينا ماشيين، خلينا نخش نمشي ما بين فواصل علشان خاطر نبقى عارفين احنا ماشيين فين. انا ماشي دلوقتي ما بين حرف السي وحرف الام. حرف السي على ايدينا الشمال وحرف الام على ايدينا اليمين، اوكي، عشان برضو تبقوا فاهمين. والمنطقه اللي في وشنا دي منطقه الخدمات بتاعت الحي الثالث. يبقى احنا كده مشينا ما بين الان والبي والام والسي لاول مره. هنخش شمال ويبقى ما بين السي والاتش ونطلع على الدي والاي، ماشي. اول ما نوصل للاخر كده هندخل شمال. شغاله ولا مش شغاله ولا ايه؟ خلونا نشوف، خلونا نكمل. ماشي، دي مدق زي ما مدق كده الناس عامله. اللي في وشنا ده حرف السي وهنخش تاني بحيث ان احنا نمشي ما بين السي والاتش في اتجاه الشرقي الشمالي. لسه شغالين بيحطوا طرق، لسه شغالين بيحطوا طرق، لسه الحفارات شغاله والدغدغه شغاله. لكن انا اول مره امشي في الحتت دي، اول مره امشي هنا مفيش طريق بعينه بصراحه، ولا في صرف اهوت. يبقى المفروض ده طريق بعينه. ده ايه بقى؟ ده فاصل ما بين حاجه وحاجه ولا ايه؟ كنتوا فرحتونا. طيب ادينا هنمشي اهو. الحته دي منخفضه شويه. همشي الاقي طريق ولا مش لاقي؟ يا ربي يا ربي على المنظر. هنزل منزل عامل زي الجبل. الله، شايفين الجبل ده؟ هننزله سوا. طيب احنا دلوقتي ده محجر، اللي تحت ده محجر وهما بجهزوا له طرق. انا هنزل واطلع على الشوارع الفاصله اللي فيها الطرق بتتعمل. احنا في وشنا ده حرف السي زي ما قلت لكم وحرف الدي. يلا خلونا ننزل الجبل. الله 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 يا جدعان. العربيات الميجان عربيات جامده، عربيات الميجان والرينو عربيات جامده. نزلنا في قلب المحجر اللي بيعملوا فيه الكسرات واللوادر شغاله، عشان بس تعرفوا قد ايه الحي التالت ده بياخد شغل. وهطلع المطلع ده اهو. هتطلعي هتطلعي هتطلعي. طلعت يا بوي، طلعت. ماشي، احنا كده فين؟ احنا كده على يميننا حرف الاي اكيد. وادي الطرق اهي بتتعمل، لسه بتتجهز ما شاء الله.
ايوه يا عم، النقل ملوك الطريق. الله ده مقفول، بيقول لي الطريق مقفول، لف وارجع تاني. طيب احنا فين؟ هنلف وهنرجع تاني مع بعضينا، بس احنا فين هنا؟ هقول لكم احنا فين علشان خاطر تبقوا عارفين. وهيعتبر دوت الفيديو الاولاني بتاع الحي التالت اللي عدينا فيه في حرف الان وحرف البي وحرف الام وحرف السي وحرف الاي. اللي في وشنا ده حرف الاي والدي، ده كده حرف الدي عشان برضو تبقوا عارفين، بس من جوه مش من بره. هنخش بعد كده ونبدأ لكم الفيديو التاني بتاع الحي التالت.